بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الباقي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة الإسكندرية. السيدة سميحة الوصعي رئيس منطقة اسكندرية للغوص والإنقاذ. الكابتن نبيل الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. الأستاذ الدكتور أحمد عثمان المدير التنفيذي لنادي الصيد. السادة الضيوف، لاعبين ومدربين وإداريين وحكام واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ومنطقه الاسكندريه، الساده الاعلاميين، الساده اولياء الامور اللي ليهم برضه دور كبير. برحب بيكم حضراتكم كلكم في حفل تكريم ابطالنا وبطلاتنا اللي شرفوا مصر وحقيقي شرفوا مصر في بطوله العالم للانقاذ ريسكيو 2012 اللي اقيمت في مدينه ادليد باستراليا من 5 ل 18 نوفمبر الشهر الماضي. البطوله يا جماعه انتم حضراتكم عارفين ان احنا كنا اخر دوله نظمنا اخر بطوله عالم 2010 ريسكيو 2010 في الاسكندريه، شاطئ المعموره وحمام سباحه المركز الاولمبي للقوات المسلحه. والبطوله كانت ناجحه عالميا ونجحنا في التنظيم، وايضا نجحنا ان احنا نحرز ميداليه ذهبيه واحده في هذه البطوله في الاسكندريه، بالاضافه للعديد من المراكز المتقدمه من الرابع الى العاشر. كانت مراكز كتيره جدا وحضراتكم شاهدين على هذا الانجاز. بدانا بعد ختام بطوله العالم 2010 اللي اقيمت في اكتوبر نبدا استعداداتنا، ويمكن الثوره والظروف اللي مر بيها البلد اثرت شويه على سلامه الاتحاد وولادنا، انما ابطال مصر وبطلاتنا وعلى فكره كلهم من الاسكندريه كان عندهم تصميم، ويمكن تقريبا هم 95% من قوام المنتخب المصري اللي شارك في 2010 في ريسكيو 2010 في الاسكندريه هم موجودين معانا، يمكن اضافه بسيطه، انما عندهم تصميم من 2010 ان هم يعملوا حاجه، وخصوصا فريق البنات، لان هم كانوا حضراتكم فاكرين تتابع الاربعه في 95 متر جري خسروه بخطا في التسليم والتسلم، وكانوا حصلوا على الميداليه الذهبيه واللي طبعا لم يتسلموها لهذا الخطا. كان عندهم تصميم واراده كبيره جدا ان هم قالوا احنا هنكسب في 2012، وبالفعل انا بستاذنكم الاول ان احنا نستعرض ابطالنا وبطلاتنا، ان احنا طبعا بنتكلم عن البطوله وظروف البطوله، انما معانا الدكتوره يسرا دويدار، اتفضلي. معانا نانسي زكي، اتفضلي. معانا تمني فتحي، اتفضلي. معانا اصغر لاعيبه كانت معانا بطلتنا ميار جنيه. الابطال طبعا المستشار تامر المغربي، اتفضل. نقيب طبيب احمد المغربي، هو على وصول المحترف ان هو عنده موقع عامل شغل بالمشاريع. معانا كابتن حسن هاني، اتفضل. معانا كابتن رامي حسين، اتفضل. معانا الكابتن محمود الجيار، وطبعا من الاسماء المعروفه في اسكندريه. المدرب بقى اللي هو صاحب هذا الانجاز اللي كان معاهم من 2010 واستمر في تدريبهم خلال السنتين الماضيين، وانا كنت يعني شاهد على هذا الكلام. تمرين صباحي 7 الصبح و6 الصبح، تمرين مساء كابتن ابراهيم حامد، دول يا جماعه المجموعه اللي كانوا في استراليا واللي رفعوا اسم مصر. حضراتكم عارفين ان بطولات الانقاذ بتقام في حمامات السباحه و في على شاطئ البحر، وعشان نقدر نجيب مركز متقدم على الاقل الفرقه لازم تتكون من 16 لاعب ولاعيبه، لان في سباحين وفي ناس بتجري وفي ناس بتركب بورد وفي ناس بتنزل بعمق الانقاذ.